بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يلا نشوف يومنا النهاردة كان عامل ازاي. رحت السوق انا وبنتي حبيبتي. جبنا حاجات كده، انا عندي من دول بس يعني ايه. يعني جبنا اهو، يعني كام واحدة كده على اللي عندنا ينفعوا برضو. وبعدين يعني انا سمعت ان القلل دي، بصوا هو ما فيش احلى من الزمن الجميل اللي عدى والله بجد يعني. فانا ايه قلت اجيب ليا قلة كده. والعيال برضو جابوا لنفسهم قلل صغيرة يعني صغيرة. كانوا زمان كانوا يجيبوا لنا ايام الزمن الجميل ده، كانوا يروحوا السوق او يروحوا في حتة يعني تبص تلاقيهم جايين وجايبين لنا القلل دي الصغننة بتاعت واحنا بنات يعني صغيرين كده. يعني الحمد لله احنا الزمن حلو، بس اللي فات كان احلى. ده عن رأيي بصراحة، مش عارفة في حد زيكم زي كده منكم ولا ايه، مش عارفة حبايب قلبي. فلقينا السردين ده التحفة ده، فقلت لهم يلا ادام في قلل يا بنات يبقى نعمل أكلة من أكل الزمن الجميل ده بتاع زمان، لما الحلوة والأصحاب والجيران والأيام الجميلة دي اللي احنا اتحرمنا منها. نجددها مع بعضنا، ولو حتى كنا أقلية بس أحسن ما حد يقعد لوحده يعني ياكلها أو كده. هنعمل طبعا هنملح سردين وهنملح بسارية، وهنعمل سردين في الفرن ويشوفوا بقى ايه يومنا ماشي ازاي. زي ما انتوا شايفين كده حاطين توم وكمون وفلفل اسود وملح وزيت والخلطة الحلوة دي وليمون. عشان نعمل السردين ده في الفرن مش بياخد ربع ساعة، نص ساعة، أقل من نص ساعة. يعني من ربع ساعة لحوالي تلت ساعة، نص ساعة لخمس دقايق. أنا بقول لكم عشان خاطر اللي ما تعرفش يا حبايبي تقوم. طبعا احنا نقينا بقى السردين اللي هيتملح ما فيهوش غلطة. وقلنا اللي هو يعني فيه راسه كده مقطوع، لكن هو كله طازة، كله طازة وزي الفل جميل. وطبعا ما تملحيش إلا لما يبقى طازة، واحنا بنحب اساسا ناكل السردين طازة بالشكل ده زي ما انتم شايفينه. واحد بيتي عملته اهي وتبلته حلو، ورصصته كده. وطبعا هترش عليه زيت وليمون في الاول وفي الاخر. هي هترش عليه في الاول وفي الاخر بس يا حبايب قلبي. وهنحطه في الفرن و يعني هي بتقولك اما تخلص هنعصر عليه. حطيت كده دلوقتي وايه و... وهنشوف بقى وزيت برضو كده زي ما احنا شايفين كده. وبرضو هو بيشرب الزيت، لما يطلع ترشي برضو رشة زيت وليمون. وانسي بقى. اما بصوا يا حبايبي بقى الاكله دي اللي في معظم بناتنا ما بيحبوهاش او ما يعرفوهاش او كده، العدس الاسود. ما هو بني بصراحه، ما اعرفش ليه بيقولوا عليه العدس الاسود. انا عن نفسي بقول عليه عدس بجبه. برضو مش عارفه مين بيقول زي كده عدس بجبه. اللي بيعملوه في الكشري المصري والحاجات دي. ده مسلوق، انا سلقته كده وايه وسبته لما ايه يخلصوا السردين وكده يلا نشتغل فيه. وعامله تسبيكه مكرونه، انا بحب اعملها كده احطها في التلاجة بالبصل بس من غير توم ولا حاجة. تنفعك بقى في اي حاجة ان شاء الله. هتطبخي تاخدي تزودي على الطبيخ، تعملي مكرونة، تعملي عدس زي ده، تعملي اللي انت عايزاه. التسبيكة الحلوة الجميلة دي اللي احنا شايفينها، ومفيش احلى من اكل البيت واكل زمان وحلاوة زمان. والله الواحد مفتقدها ولازم احنا نجدد كده ونعمل. بلاش الاكلات السريعة والحاجات اللي ملهاش معنى. نرجع للأصل يا جماعة، هو ده اللي احنا اتربينا عليه والله. وهو ده الأكل المفيد اللي ما كانوش بيعيوا أساسا زمان، والله ما كان حد بيعي. يعني العيا ده يوقع عمل يعني مش عارف الوقت العيال كل شوية تعيا وكل شوية الدكتور وكل. مش عارفة والله في ايه صحيح، مش عارفة في الجو ولا في الأكل ولا في ايه. الحمد لله. بصوا الجمال بقى والحلاوة، بصوا هنحطه خلاص كده على النار يغلي بقى غلوة وخلاص. عايزة تزودي بقى صلصة اكتر من كده، بس انا ايه شايفة ان هو ايه لونه كده جميل وحلو.
هي حاجة هتملح بقى، هي هتجيب مناديل المطبخ، وطبعا السردين ده لازم يبقى ناشف قوي او فسيخ او كده. وبرضو ننشفه تاني، يعني ننشف ونحطه كمان على المناديل الورق، عشان لو فيه مية ولا اي حاجة، ونسيبه شوية كده عبال ما تعملي اي حاجة. برضو بيطلع مية، يعني شوفي هي بتوريكي المنديل ازاي. برضو يعني متصفي وبقاله مدة، يعني من ساعة ما جينا وغسلناه يعني، والحاجة اتصفت وعملنا التاني وعملنا العدس، وبرضو هو ايه، لسه برضو مبلول. ماشي، حاطينه في مصفى زي ما بتوريكي كده. نفس الجمال والحلاوة دي، بصوا الجمال، طازة، والبطروخ فيه لقيناه، ما اقولكوش على البطروخ والله. بصوا غلي كده، خلاص هنطفي عليه. طبعا هي حطت ما قلتلكوش انا، حتة هريسة شطة، اللي مش عايز حامي خلاص ما يقولش. ده بقى ملح، ملح بحر، اللي هو الخشن ده، اللي هو بتاع التمليح. ده بيبقى جميل في التمليح، وعلى فكرة مش بيحدق زي الملح الناعم. وبيحافظ على يعني هو مادة حفظ. يعني كل الناس والرشايدة والناس دي كلها اسأليهم يقولك الملح بتاع البحر مفيش أحسن منه. بس هنجيب علبة عادية كده خالص خالص، مفيش أي حاجة، ولا يعني فزلكة ولا أي حاجة، عادي خالص. أي علبة عندك، أي علبة كرتون، أي حاجة يعني، تحطي شوية حطت هي بابريكا والملح، حطت عليه معلقة شطة وايه، وهترصص رص كده، نرصه فوق بعضيه كده. هي الناس اللي تحط الكركم، فقالت لي هاتي يا ماما حبة كركم، حطيت لها. هي الناس اللي قلت لها مش مهم يعني، بس اهو حطينا برضه. انا مش بحب يعني لونه اصفر، مش عارفه ليه. انا بحب الكركم قوي، بس بحبه في اكلات تانية، مش بحبه، اقول لها بلاش يعني. قالت لي لا، ده بيبقى حفظ وكده. بصي السردينه عامله ازاي، يعني هتتكلم. والبطروخ بقى ما اقولكوش، والله العظيم. يعني من وقت للتاني اعملوا العدس ده، واعملوا البصارة، واعملوا العجة، واعملوا يعني، خدي افكار كده واعملي يا حبيبتي. ما يعني والله ما في احلى من اكل امهاتنا زمان واجدادنا، والحاجات الحلوة دي اللي كان الناس، وكانوا يعجنوا في البيت ويودوا الفرن يخبزوا. ما كناش نشتري عيش زمان والله. بس عيالي طبعا ما شافوش الحاجات دي، ولا انا عجنت ولا حاجة. انا بحكي على زمان يعني، ووالدتي زمان وكده. زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. حطي بقى ورقة لوري كده، كام ورقة، وحطي زيت ولفيه بقى لفة. المهم ما يخشلوش هوا عشان يطلع جميل ويطلع حلو. هي ربطته بس، وهتقفل الغطا وخلاص على كده. هي العلبة دي الغطا بتاعها محكم يعني. بس البسارية برضو هي نشفت وكله، بس هم ايه، حطوها على المناديل كده نشفوها اكتر. وفي علبة صغيرة من العلب اللي انتوا عارفينها دي، بتاعت الجبن والحاجات دي، برضو حطيت لها كيس هي. وهتعمل نفس النظام اللي عملناه مع البتاع البسارية بقى. يعني والسردين انا ملحته كتير. انا الفسيخ يمكن عملته مرة ولا مرتين في حياتي كلها، بس ما صورتش معاكم. ان شاء الله مرة كده ان شاء الله نجيب ان شاء الله كيلو بس ونعملوه مع بعض، وكلنا بنعلم بعض. احنا بس بندي بعض افكار يا حبايب قلبي. مش يعني اللي ما عندهاش فكرة تاخد فكرة، واللي عارفة خلاص. كلنا شاطرين وحلوين دلوقتي، عندنا فرص التعليم كتير قوي. الطبيخ مش زينا زمان، ما كناش كل شوية تروحي لمامتك تقول لها ده بيتعمل ازاي وده بيتعمل ازاي. لا دلوقتي خد افتحي اليوتيوب تعرفي تاكلي ايه النهارده. فالدنيا بقت سهلة الحمد لله عليكم، كانت صعبة علينا احنا. بس ربنا يا رب كده يسعد بناتنا
ويخليهم كده ويطرح البركة فيهم ويخليلهم ولادهم يا رب، وما يحرمناش منهم يا رب، ولا يحرمهم مننا يا رب العالمين. برضو البسارية دي بسارية محترمة يعني كبيرة، يعني الراجل قال لنا دي بسارية أمهات يعني، ومدورة كده وجميلة كده يعني تخينة كده، دي في التمليح هتبقى تحفة، ولو عملتيها صينية ولا قليتيها هتبقى تحفتين. برضو احنا ساعات بنجيبها وبنقليها، دي الفاكهة يعني، وبعدين ما بقتش رخيصة، برضو بقت غالية. برضو زيت نفس النظام بتاع السردين يا حبايبي، وبرضو هتقفله وخلاص على كده. ان شاء الله كده 10 ايام ولا 12 يوم وتمام تاكلي منه. ده في ناس تعمله وتاكله 5 ايام، بس انا لا ما بقعدوش 5 ايام، هيبقى ناي، تسيبوه يتملح على راحته يعني، على راحته. هي حست ان العلبة دي تدخل هوا، فقالت لا دي مش زي التانية، انا هعملها بالراب اللي هو الغذائي ده. هتغطي بيه برضو، تقفله خالص عشان ما يخشلوش هوا، ده اهم شيء في الموضوع يعني. بس خلاص هنشيلهم كده زي ما وريتكم اهو، ان شاء الله نبقى نشوفهم مع بعض ان شاء الله باذن الله. القلة بقى الراجل قال لنا اغسليها وامليها ميه عاديه كده، وحطي فيها نعناع او حطي فيها موارد او حطي فيها حاجه، احنا كان عندنا نعناع اخضر واحنا حاطين. قال بيتيها كده، قال بيتيها كده، وتاني يوم كبي الميه بعد ما تتغسل كده، كبي الميه اللي فيها ومليها ميه واشربي، خلاص بقت عادي يعني، زي ما انتوا شايفين كده. بصوا بصوا، نسيتوا انتوا زمان، نسيتوا اجدادكم وتيتا كانت بتشرب من القله ازاي، وطنط كانت بتشرب ازاي، نسيتوا انتوا الحاجات دي يا حبايبي. يلا انا جبت لكم الزمن الجميل اهو، وكل واحده تنزل تجيب قله يعني، مش هتندموا ولا تسمعوا صوتها وهي يتملى موسيقى اصلا. وافتكرت زمان بقى، والواحد بيحن الايام زمان كده كتير، مش عارفه ليه. المية دي كلها هتتكب تاني، وهي هتفضل ريحتها نعناع وهتفضل جميلة. احنا بس هنبيتها كده بس بالشكل ده. بس ودي غدانا اهو. انا حطيت لكم القله، هي لسه هتبات، بس انا ايه حطيتها عشان مع العدس كده، مع الاكل القديم بتاع زمان، والطماطم المملحه بالكمون والثوم والعيش، واوعى وشك بقى يعني ولا يا ولا. بس يا حبايبي اعملوا لايك ما تنسوش، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.